السلام عليكم. النهاردة هعرفك ازاي تكسب $250 أو أكتر فقط من إن أنت بتنشر فيديوهات لناس مشهورة، وهتقدر تكسب من موقع Content Rewards حتى لو معندكش ولا فولو حتى ولا أي حاجة خالص. هنخش على ديسكفر وهتدوس هنا على كليبنج، هتفتح معاك الصفحة دي كده، تروح بقى هنا عند Content دي تدوس عليها وتختار كليبنج، يفتح لك بقى بتاع الكليبنج اللي انت تقص الفيديوهات وتنشرها. تشوف كامبين مناسبة زي ديفيد ده مثلا، بتدوس عليه كده فبتفتح معاك الكامبين بتاعته. طبعا انت عايز تقرا الشروط بتاعتها، بتدوس اللي هو تكبر ديتي وتنزل تحت هنا، شوف الشروط بتاعته بقى وعايز ايه في الحملة عنده. ماشي، تيجي واخد كده كله. طبعا احنا مش هنقرا ده كله، هنديش شات جي بي تي نقول له لخص الكلام ده. ويقولك بتعمل حساب جديد وبتستهدف الجمهور الأمريكي، فدي انت ما تعملهاش بصراحة. يعني أي حاجة اللي هو جمهور المستوى الأول اللي هو أمريكا كندا الكلام ده ما يفضلش إن أنت تعملها. أنت تشوف حاجة بتستهدف الجمهور التاني التالت، هتبقى بسيطة معاك، يعني هتعرف تعملها. أما الجمهور الأول صعب إن أنت توصله لو أنت في مصر هنا. شوف أي حملة تانية غيره عادي. هنشوف حملة عربي مثلا زي أهي كول اوف ديوتي بس عربي. في منها طبعا الأصل منها إنجليزي بتاخد $1.50، بس دي العربي اهي. دي العربي يقول لك هذه الحملة مخصصة نشر الإعلانات التشويقية لكول اوف ديوتي، دي بتاخد $1 والحد الأقل $1. عملوا لها تحديث كمان، إنها قبل كده كان الحد الأقل بتاعها $4، دلوقتي بقى $1. حلو بصراحة. طبعا بتدوس جوين كامبين. عندك علي الحامد وعندك كول اوف ديوتي. تخش مثلا على علي حامد اهي، مخصصة نشر محتوى خبير الاستثمار علي الحامد. طبعا بيبقى لها الشروط بتاعتها ورقة لك. شايف دي فيديوهات من الناس عاملاها. افضل طريقه انك تصير ثري جواب واضح. تزوج، حرفيا تزوج. بعطيك اياها بالادله ب5 مراحل. ماشي، المهم انت بتدوس على دي كده عشان تظهر، وتدوس مصادر المحتوى وفي الشروط. تشوف الشروط. أول حاجة أهم حاجة طبعا شروط حملة كول اوف ديوتي، شروط حملة علي الحامد. دوس على بتاعت علي الحامد وبتقرا بقى الشروط دي. يقولك إن أنت تبقى عامل حساب مخصص لعلي الحامد ذات نفسه، وبتعمل له تاج عندك في الحساب بتاعك في البايو لحساب علي الحامد، وتسمي اسمك على اسم علي الحامد، اسم الحساب يعني. وبيقولك إن هو ما يقلش عن 15 ثانية، والجودة ما تبقاش سيئة، وتحط CTA في الآخر إن أنت بتخليه يدوس على الرابط اللي عندك في البايو اللي تبع علي الحامد كده يعني. يقولك المشاهدات الحد الأقل للدفع يبقى جايب 2000 مشاهدة عشان تقدر تاخد فلوس، والحد الأقصى هتاخد $100 على انستا أو $75 على التيك توك. طبعا ما ينفعش تستخدم الذكاء الصناعي، وبتعمل سبميت للفيديو قبل 30 دقيقة، يعني بعد ما ترفعه ما عادش 30 دقيقة يكون عامل. ومينفعش تعمل إعلان ممول ولا أي حاجة خالص. بس كده. طبعا بقى بتشوف ال مصادر الحملة، بتخش على مصادر كول اوف ديوتي ومصادر علي الحامد. مصادر علي الحامد اهي، دوس عليها يفتح لك بقى المصادر. يقولك في على التليجرام وفي قناة اليوتيوب والبث المباشر والحاجات دي كلها. المهم انت بعد ما تاخد الفيديو وتنزله عندك، بتيجي بقى تعمل له مونتاج عادي بسيط جدا خالص. تحط هوك عادي في البداية، وبعد كده الفيديو ذات نفسه. افضل طريقه انك تصير ثري جواب واضح. تزوج، حرفيا تزوج. عادي تعمل نفس اللي معمول هناك برضه عادي اهي، أفضل طريقة للثراء نفس اللي معمول هناك عادي جدا. وبعد كده بقى تيجي ترفعه هنا تعمله سبميت، تكتب هنا أي عنوان، وهنا لينك الفيديو اللي انت نزلته بقى على التيك توك او الانستا. وبعد كده تدوس على هاف ريد ان انت يعني قريت الشروط. طبعا عايز تربط حسابك الاول، بتدوس على اكونت هنا وتدوس اد اكونت. انا مثلا هربط اليوتيوب، ادوس كونتينيو. يقول لك هات اليوزر نيم بتاع اليوتيوب. اروح عند على اليوتيوب، شايف هو المعرف اللي تحت ده اللي اسمه اليوزر نيم. تاخده نسخ، تروح كده هيقول لك خد الكود ده، تاخده نسخ من هنا وتروح عندك، تنزل هنا اهو عند الوصف،
وتنزل تحت كده تحط الكود، وبعد كده تدوس نشر، وأول ما يجيلك تم النشر أهو ترجع هنا تدوس verification account أهو تم التوصيل. طبعا بقى تيجي عشان تسحب الفلوس، طبعا لازم أول حاجة تعمل verification للحساب بتاعك. المهم بتدخل اسمك واسم العائلة والعنوان والحاجات دي كلها، وبعد كده تدوس continue، بيظهر لك QR كود تاخده تصوره بالتليفون ويفتح معاك عشان تصور بقى البطاقة. بعد كده تدوس على withdraw، بيفتح لك بقى إن أنت تسحب عن طريق بايبال أو البنك أو العملات الرقمية بقى باينانس والتطبيقات دي يعني. بس كده.